السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة الفيديو ده بعد ماتش الأهلي والزمالك اللي الأهلي كسب فيه الزمالك، وفرحانين أوي وزيطين أوي، وإحنا كجمهور الزمالك نسينا إن المفروض إن الفرقة دي في أول الموسم كانوا بيقولوا إن هي هتدوس على وش أي حد، وصارفين عليها أكتر من 2 مليار جنيه، وإن هم لعيبة هينافسوا ريال مدريد وبرشلونة والسيتي وليفربول، وخاربين الدنيا ما شاء الله. وطبعا لما بدأوا البداية الحقيرة بتاعتهم دي وتروقوا من طوب الأرض، وبيراميدز حط عليهم وكل الفرق حطت عليهم، هم طبعا أحبطوا وجمهور الزمالك فرح. لكن احنا ناسين ان احنا في اول الموسم كنا بنقول ان احنا هنبني فرقة، ودي تجربة جديدة. هم حصل فيهم ايه؟ اتروقوا وغيروا المدرب، ومشاكل في مجلس الإدارة، وجمهور بيشتم لغاية آخر الشوط الأول امبارح، بيشتموا لعيبتهم بمنتهى الحقارة، ولاعيبة عالة مفيش رجالة وعايزين شوية رجولة والكلام ده كله. احنا زعلانين ليه؟ احنا لغاية دلوقتي أول الدوري، وده دوري يعني لسه في مطوشة كتير، في أخطاء في الفرقة طبيعي، في إخفاقات طبيعي. أنا ما بتفش من الخسارة حصل امبارح، أنا كنت متضايق جدا وزعلان ليه؟ مش دي الفرقة اللي تكسبنا، دول ناس مش كويسين، لا هم مستوى ولا هم أخلاق، ناس كدابين. احنا نادي المبادئ والاخلاق. قبل كده ياسر ابراهيم بيتنمر على ميسي، امبارح حسين الشحات بيتنمر على اخوان بزيرة. ناس لا تربية ولا اخلاق ولا مبدأ ولا حاجة. وبعدين هم ظهروا دلوقتي وزيطين من امبارح بالليل. طب انتوا كنتوا فين من اول الموسم؟ اللي بيكتب انا هموت بسببكم، واللي مش عارف بيقول انا هبطل اشجع الاهلي، واللي بيشتم وبيقل ادب، واحنا ما بنعرفش نشتم الحمد لله. لكن طبيعي يا جماعه، الله انتوا عايزينهم ينزلوا درجه تانية بجد؟ ده النادي الاهلي برضو من الفرق اللي هي بتبقى في وسط الجدول وفي اول الجدول، يعني عادي يعني، فرقه برضو ليها جمهور وبتاع وكده، فاهمني؟ احنا مش زعلانين من حاجه، احنا زعلانين بس ان احنا اللي خسرنا الماتش مش هم اللي كسبوه. احنا نكسب الماتش امبارح مستريح قوي. اركز شويه في الفرقه عشان الفيديو ده ان شاء الله انا معاكم فيه طويل شويه يعني. اركز في فرقتنا احنا الاول من اول المدرب. لا بصراحه، لا، مش هتكمل معانا، ومش انت، ماشي. في واحد بقى ده انا هبدأ بيه، لان انا اتكلمت عنه قبل كده وكنت شاكك في الموضوع. امبارح انا اتأكدت من الموضوع ده. ناصر ماهر، انت مش مسألة مستواك قليل ولا لا 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 لا، انت متواطئ. انت حتى الرقم اللي انت اخترته بيدل على ان انت قلبك متعلق في حتة تانية. يا عم روحها، رموك واحنا لميناك، بدل ما كنت تبقى مرمي في فرق، مع احترامي طبعا لاسمائها، بقى اتحاد ولا دجله ولا جونه ولا، فاهم، من الفرق اللي انت تستاهل تلعب فيها، ما تستاهلش اكتر من كده. انت ده تالت ماتش تضيعه مننا رسمي، بالحرف انت اللي بتضيع الماتش دي وبقصدك. سيبك من الجول اللي انت ضيعته، انت امبارح في كرة عملتها يا عم ناصر يا ماهر غريبة جدا. انت رايح بهجمة مرتدة خطيرة قوي، ومفيش حد معاك، اقرب لعيب على شمالك بثلاثة ياردة، وانت لما بتبصيش الكوره رحت مره واحده قال ايه، فاكر ان في حد جاي من ظهرك ورحت عاملها عشان ترتد علينا احنا مرتده. ما الفرقه كلها طالعه وراك بقى، فاهم؟ دي عشان انت تخليهم يتعادلوا. انت متواطئ، احنا مش عايزينك. ولو الواحد باذن الله صوته يوصل، لا ده بقى مش لمجلس الاداره، لا ده لجون ادوارد. الراجل ده جدع ومش هنحط عليه، الراجل ده جدع بجد وبيحب النادي. بعيد بقى عن الصفقات والكلام الرسمي اللي هو إن قدام الجمهور كله اخواتي، لا انا عارف تفاصيل محدش يعرفها. الراجل ده بيتصرف برجوله قوي مع النادي، وبيحط من جيبه كمان. اللي بيقولوا سمسار ومش سمسار والمتخلفين اللي بيقولوا الكلام ده كله، هم عشان يسخنوا جمهور الزمالك عليه. لا، لكن انت يا ناصر يا ماهر متواطئ. تعالى بقى نبص للفرقه. محمد صبحي امبارح مش وحش، محمد صبحي امبارح شال كتير. هي في كوره بس اللي غلط فيها اللي وقعت من ايده، والحمد لله ما حصلش فيها حاجه. عمر جابر امبارح 10 على 10 مليون على 10 كمان، انا ابهرني امبارح. حسام عبد المجيد اترقص رئيس عاديه جدا لان هو كان داخل برجوله، ماشي، ويا ما مسحنا بيهم من الارض، احنا نططناهم فوق الحيطان، ده حازم كان مخرجهم في المدرجات، ومصطفى فتحي وكل ده على طول، ده الطبيعي بتاعهم، هم فرحين بترقيصه. ده احنا بقالنا 60 سنه بنمسح بيهم بالارض، ماشي. محمد اسماعيل طبعا لعيب كبير، لعيب كبير قوي والله العظيم. وبنتايج كان امبارح جامد جدا جدا جدا، الكره اللي عملها دي غصب عنه، اللعيب جاي من ظهره وهو بيشيل الكوره. في حسين الشحات، الراجل المؤدب المتدين اللي بيسب الدين وبيتريق على الناس، وامبارح كان عامل عمل عمال يبوس في الشنكار. في حد بيبوس شنكار؟
ماشي، شغل السحر والشعوذه بس الزيبه اللي في وشك دي مش وحمه، دي وساخه. ماشي. دونجا برضو امبارح كان 10 على 10. عبد الله السعيد اللي ما كانش في مستواه بس مش وحش. ناصر ماهر متواطئ، وبعدين بيلعب في مكان للاسف اللعيب اللي فيه في المكان ده، في مكان اللي هو امبارح كان بيلعب 10. اللعيب اللي في المكان ده لو ما اجتش مش تواطئ او قصر لازم الفرقه تتهد كلها، لازم تتفك. ده هو صامولة الملعب. ماشي. امبارح الفينا ما فيش تعاون معاه. وبعدين كل كوره اللي بيقول لك طلعه من الشنكار يا عم كوكا. شنكار ايه ده؟ انت كل كوره بتضربه زي المصارعه؟ هي دي لعب كوره؟ ده انتوا متسولين. والمصحف فرقه شحات. ماشي. الدباغ لغايه اما خرج هو الجون اللي ضيعه وعوضه. ماشي. ادم كايد انت ما بتلعبش في مكانك، فانا مش عارف احكم عليك. المدرب مخلص عليك. انت من جوه بتخش الملعب بتبقى 10 على 10، وعامل امبارح جون للمتواطئ وبرده ما عرفش يجيبه. ماشي. ناصر منسي انت بتاع ان انت تنزل اخر 10 دقايق ربع ساعه في ماتش مقفول، بصراحه انت مش بتاع نادي الزمالك بصراحه يعني. ماشي. امبارح عمرو ناصر نزل، يعني حرام ده يقعد. ده اساسي منتخب مصر، اساسي منتخب مصر والله العظيم. ده اللي يخص فرقتنا اللي بقيه اللعيبه ما لحقوش يعني. هو خلص عليهم فيريرا كده كده يعني. تعالوا بقى اتفرجوا عليكم انتوا عملتوا ايه بقى؟ يا اللي انتوا زيطين من اول الموسم وظهرتوا دلوقتي وخرجتوا من الجحور. خرجتوا من الجحور اقسم بالله. انا عمال اضحك من اول الموسم، ما بشوفش واحد فيكم بيعلق ولا بيظهر ولا بيتكلم الا لما بيشتم في فرقته او في الخطيب او في المدرب. يا اللي ضربتوا قبل كده مدرب بالازايز، وامبارح بتشتموا لعيبتكم وكل ماتش بتشتموهم. عاملين فيها امبارح ابطال، واحنا انتوا ايه؟ انتوا ولا حاجه. احنا لو معانا امكانياتكم دي اقسم بالله لنطير طير، مش نتصدر بس. واحنا متصدرين لغايه دلوقتي، لغايه اللحظه اللي الواحد بيتكلم فيها دي وربنا جعل له عمر واجل. احنا متصدرين لغايه دلوقتي بايه بقى؟ متصدرين بايه؟ ايه الامكانيات اللي عندنا؟ بعد ربنا سبحانه وتعالى بالجمهور وبرجوله في الملعب، وفي متوشه فيها تخاذل. لكن انتوا اللي زيكم المفروض مفيش حد ينافسه. امبارح ضرب وشتيمه وقله ادب وحاجه حقيره بصراحه يعني. الحاجه الوحيده اللي كانت محترمه فيكم جمهوركم، لانه ما شتمش امبارح، شتمكم انتوا بس. لكن انتوا فرقه ولا ليها 30 عازه والله العظيم. والنحاس امبارح واقف مرعوش، وليد صلاح الدين عمال يخبط على دماغه، مع ان انا بحب وليد صلاح الدين. فانا مش عايز جمهور الزمالك يبالغ قوي قوي في الزعل، ولا انتوا تبالغوا في الفرحه، لان انتوا جايين. ده لسه الرجاله راجعه، لسه الرجاله راجعه. هيرجع زيزو، هيرجع امام عاشور ان شاء الله، والاوضه هتولع تاني زي ما قلت لكم من فيديو من 3 شهور. اوضه اللبس ولع، هترجع تولع تاني، وهترجعوا تقعوا تاني. وافتكروا الكلام ده يا رجال، يا جمهور الزمالك ويا جمهور الاهلي، افتكروا الكلام ده. هترجع تولع معاكم تاني والله. واحنا ان شاء الله هنكسب، والدوري ده بتاع الزمالك باذن الرحمن. وسجلوا الكلام ده يوم 30/9. انا بقول لكم باذن الله الدوري ده بتاع الزمالك، والتاني بيراميدز مش الاهلي. لكن هي القصه قصه ايه؟ انتوا زدتوا من اول الموسم، وايه اللي يمنع ان احنا نكسب كاس العالم؟ وايه اللي ده احنا هندوس على وش اي حد. مين اللي يقدر يوقف مش عارف مين؟ ايه امبارح انتوا كسبانين. امبارح كنتوا كويسين، لكن مش هو ده المستوى اللي اتصرف عليه 2 مليار جنيه. مش هي دي احلامكم. انتوا كسبتوا امبارح عشان احنا اللي خسرنا نفسينا، مش عشان انتوا كسبتوا. احنا من اول الماتش ندوس ونكسب 2 و3 و4 كمان. فعشان كده بقول لجمهور الزمالك ما تبالغوش في الحزن وما تخلصوش على اللعيبه. ننتقد ولازم يحصل تغييرات ولازم في يناير ان شاء الله تيجي صفقات معينه مش هنتكلم فيها دلوقتي. واقول لكم على حاجه والله العظيم، انا امبارح زعلت شويه عشان فرقتي خسرت، لكن انا برضو من جوايا بضحك على اللي طلعوا من الجحور دول ما كانوش موجودين. وانتوا ما بتظهروش غير وقت المكسب بس. طب احنا ظاهرين على طول، احنا رجاله واحنا ابطال. والله العظيم جمهور ابطال وفرقه ابطال. لكن انتوا زيطه بيب بيب، ولا ليكوا 30 لازمه ولا عايزه. وهفكركم واديني بكررها، الدوري ده زملكاوي، وانتوا لسه هتقعوا كتير قوي ان شاء الله، وربنا المستعان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.